النادي الأهلي يفوز على بلدية المحلة 2-1 في المحلة، والزمالك يخسر من نهضة بركان المغربي 2-1 في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ معاكم الفيديو ما تنسونيش باللايك. عايز أوصل بالفيديو لأكبر عدد من اللايكات والاشتراك في القناة، ده شيء أساسي. عايز أوصل ل1000 مشترك. بعد مباراة مثيرة، النادي الأهلي يفوز على نادي بلدية المحلة 2-1 في البروفا الأخيرة للنادي الأهلي في الدوري المصري قبل السفر إلى تونس لملاقاة الترجي التونسي. المباراة اللي هتتلعب يوم 18، يعني يوم السبت المقبل. واللي كان عاجبني النهارده بصراحة في أداء النادي الأهلي بعد الفوز على نادي بلدية المحلة، الإصرار والعزيمة. يعني بيقولوا مش هنخسر، يعني مش هنخسر، إحنا النادي الأهلي مش هنخسر. وبالفعل يحرز الهدف الأول عمر كمال عبد الواحد تقريبا في الدقيقة 80 أو 81 بهدف عالمي، ماركة عمر كمال عبد الواحد. ومفيش بعدها بسبع تمن دقايق محمود عبد المنعم كهربا يسجل الهدف الثاني، ولكن الحكم لغى الهدف الاول بسبب ان الكره جت في ايد محمود عبد المنعم كهربا، وفي لقطه طريفه جدا بصراحه من كهربا يروح يحتفل بالهدف على اساس ان الكره ما جاتش في ايده. ولكن في الاخير الحكم يلغي الهدف، ولكن بداعي التسلل، مش ان الكره جت في ايد محمود عبد المنعم كهربا. المباراة كانت خارج التوقعات لعدة أسباب. السبب الأول غياب محمد عبد المنعم، وظهور ثنائية جديدة في الدفاع مع النادي الأهلي، اللي هو رامي ربيعة ومحمود متولي، اللي هما الاتنين ما كسروش بصراحة خالص النهاردة في الدفاع. وخاصة محمود متولي اللي الهدف الثاني للنادي الأهلي كان في الأول خالص محمود متولي هو اللي كان متسبب بصراحة. يعني مش عايز أقول لكم يا جماعة، الهدف ده يعني أنقذ النادي الأهلي في فخ التعادل اللي كنا هنتعادله مع بلدية المحلة. يعني الجون بصراحة محمود متولي كان ورا، والمدافع اللي كان معاه الخصم كان معاه الكرة. لو محمود متولي كان اتأخر ثانية بس، لاعب الخصم كان هيطلع الكرة ثانية واحدة بس وقت عليك. ولكن محمود متولي يروح بخبرة السنين يقطع الكرة وبدون فاول، يقطع الكرة وبدون فاول عشان يقطع الكرة ويبصيها، والكرة تروح في الآخر لموديست ويحط الهدف الثاني. السبب الثاني معانا النهاردة ان بصراحة انا كنت شايف ان عمر كمال عبد الواحد بعد الاداء بصراحة اللي عمله في الماتش اللي عدى اداء عالمي. وخاصة انت كنت لازم تلعبه النهارده في مكانه وتريح محمد هاني. كان لازم تلعب النهارده عمر كمال عبد الواحد، ولكن مارسيل كولر معذور ان هو لازما كان يلعب النهارده محمد هاني بالذات، لان طبعا ديت البروفا الاخيره للنادي الاهلي. والماتش الجاي هنلاعب الترجي التونسي، والنادي الاهلي هو محمد هاني هو الظهير الايمن الوحيد في النادي الاهلي، لان طبعا عمر كمال عبد الواحد ما هوش مقيد افريقيا. فكان لازم محمد هاني يلعب عشان خاطر طبعا يعني تكون رجله في الملعب. وكمان مارسيل كولر ما يحسسش محمد هاني ان عمر كمال عبد الواحد في المكان ده هو رقم واحد وانت رقم اتنين. فكان لازما عشان محمد هاني يبقى عنده ثقة وتكون رجله في الملعب، وعشان خاطر مباراة النهائي. طبعا طلعوا في اخر ربع ساعه ونزلوا عمر كمال عبد الواحد تبديل، انا شايف ان هو يعني ما يزعلش محمد هاني يعني في حاجه. وطبعا السبب الثالث، وده انا شايفه سبب يعني من 50% من اداء النهارده المتواضع بتاع النادي الاهلي، خاصه في 75 دقيقه. امام عاشور النهارده يا جماعه، مارسيل كولر كان ظالمه تكتيكيا. كان ظالم امام عاشور النهارده تكتيكيا عشان خاطر كان بيلعبه مكان مش في مكانه. طبعا يا جماعه احنا كلنا عارفين ان امام عاشور بيجيد في مكان في صانع الالعاب، بيلعب قدام اكرم توفيق ومروان عطيه. هو بيلعب قدامهم في نص الملعب، ياخد الكرة، عينه كويسه، مهاري نص الملعب، عايز لعيب مهاري. وطبعا مروان عطيه طبعا امام عاشور عنده الحته دي. طبعا مارسيل كولر النهارده ظلمه، لانه كان بيلعبه مهاجم وهمي في ريح كهربا. دي مش بتاعه امام عاشور، مش بتاعه امام عاشور تحطه في نص الملعب لاعب حريف. هتحس ان النادي الاهلي في نص الملعب ماسك الكرة. النادي الاهلي طبعا كان النهارده بصراحه لو كان امام عاشور كان لاعب في مكانه، كان النادي الاهلي كان هيفوز بنتيجه 2 أو 3 زي ما انا توقعت بصراحه. بس طبعا انا اتمنى ان يكون مارسيل كولر مثلا في دماغه حاجه معينه او تكتيك معين كان بيجربه قبل مباراه الترجي. يعني بصراحه ان كنت عايز تلعب امام عاشور قدام، فدي بصراحه خطه فاشله. انا بقول لك خطه فاشله. اتمنى ان انت يعني تكون تجربه بس، ما تكونش ان انت
تلعب بيه على طول مهاجم وهمي. دي خطه فاشله بصراحه، امام عاشور ما بيجيتش غير في نص الملعب. دي بالنسبه للاسباب بتاعه ظهور النادي الاهلي النهارده، ان هو طبعا الاداء يعني مش هقول لكم سيء. النادي الاهلي طبعا يا جماعه الاصرار والعزيمه غير الاداء السيء. انت ممكن تكون بتلعب باداء سيء بس عندك اصرار وعزيمه، مش موفق بس بتلعب باصرار وعزيمه. النادي الاهلي النهارده كان خارج التوقعات، والنتيجه كان خارج التوقعات للاسباب اللي انا قلتها دي. نخش بقى على التشكيل بقى اللي هو لعب بيه. طبعا مصطفى شوبير لا خلاف عليه طبعا، رامي ربيعه ومتولي مفيش الا هم طبعا. طبعا محمد عبد المنعم عشان خاطر واخد 3 انذارات. طبعا علي معلول كان لازم يلعبه النهارده، وخاصه ان هو كان واخد راحه الماتش اللي عدى. محمد تاني طبعا قلت لكم عشان لازم يلعب عشان خاطر الثقه، ولازم تبرد له في الملعب، فكان لازم يلعبه. اكرم توفيق يا جماعه في نص الملعب طبعا مروان عطيه واكرم توفيق. اكرم توفيق يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اداء عالمي واداء رجولي من اكرم توفيق بصراحه. بيفكرني يعني بادائه قبل الاصابه، كان اكرم توفيق كان عامل كده بصراحه يعني. وطبعا كان قدامه امام عاشور، مش عارف هو كان بيلعب مهاجم. هو بصراحه شاف ان امام عاشور بصراحه هو ظلمه النهارده بصراحه، كان المفروض حتى يسيبه النتيجه مثلا 0-0 او تدخل فيك جون في بدايه الشوط الثاني، فكان لازم تسيبه وتنزله مكانه وتكمل التبديلات عليه. طبعا قدام كان منزل بيرسي تاو ناحيه اليمين، رضا سليم ناحيه الشمال، وكهربا في الهجوم كان منزل كهربا طبعا عشان خاطر طبعا كهربا وسام ابو علي هما الاثنين مقيدين افريقيا. فطبعا وسام ابو علي كان بيلعب في الماتشات اللي فاتت، فكان لازم ان النهارده يلعب كهربا عشان خاطر يجهزه هو كمان، عشان خاطر هما الاثنين يكونوا جاهزين للترجي التونسي. نخش بقى على التبديلات اللي مارسيل كولر عملها. قفشه، موديست، الشحات، حسين الشحات، كريم فؤاد، عمر كمال عبد الواحد. انا شايف بصراحه ان التبديلات مارسيل كولر كان موفق فيها يعني بشكل كبير جدا، لدرجه ان موديست وعمر كمال عبد الواحد الاثنين اللي نزلهم هما الاثنين احرزوا اهداف. فده بالنسبه للنادي الاهلي. نخش بقى على نادي الزمالك. طبعا الزمالك النهارده اللي كان نازل في الشوط الاولاني يعني تايهه يا جماعه، اللعيبه تايهه. يعني اللعيبه بصراحه كانت تايهه توهان يعني بشكل غير مبرر بصراحه يعني. يعني الزمالك في الشوط الاول كان تايه. الزمالك بقى في الشوط الثاني كان افضل. الزمالك في الشوط الثاني كان افضل واحرز هدف، وكان ممكن يحرز اكتر من هدف كمان، وكان ممكن يفوز بالمباراه في الشوط الثاني. مباراه العوده هنا في القاهره لنادي الزمالك طبعا مش هتبقى سهله خالص، مباراة هتكون صعبة، خاصة النادي نهضة بركان المغربي هيجي طبعا عنده كده يعتبر هو كده كسبان 2-1. لو نادي الزمالك بس أحرز هدف واحد بس هنا في مباراة العودة، نادي الزمالك كده هيكون كسب. بس نهضة بركان أعتقد إن هو هينزل هيدافع من أول مباراة. ولو كمان نهضة بركان كمان عنده ميزة إن هو عندهم الكرات الثابتة، سواء ضربات ركنية أو ضربات حرة مباشرة. ولو نهضة بركان المغربي أحرز هدف، أعتقد إن المباراة هتصعب بشكل كبير جدا على نادي الزمالك. طبعا كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك. أتمنى طبعا إن الزمالك ياخد كأس الكونفدرالية، والأهلي ياخد كأس دوري أبطال أفريقيا، ونتقابل بقى على كأس السوبر الأفريقي، فرقتين مصريين ناخد نصفي حساباتنا مع بعض. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي. طول ما الزمالك بيلعب في بطوله بعيد عن النادي الاهلي طبعا اتمنى التوفيق طبعا لنادي الزمالك، لانه طبعا بيلعب باسم مصر، واي واحد عاقل بيشجع الكوره بيفهم في الكوره لازم طبعا هتشجع اي فريق مصري، الزمالك او غيره بيلعب في اي بطوله الاهلي ما بيلعبش فيها. طالما مش بيحتك بيك وبيلعب في بطوله ومش هيضرك باي فوز ومش هيضرك باي نقطه، لا شجعه عادي خالص، ده فريق مصري وفي الاول وفي الاخر بيمثل مصر. وبكده اكون خلصت معاكم الفيديو النهارده. اتمنى من اي حد شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما تبخلش عليا باللايك. اللايك فضلا وليس امرا، انا عندي اللايك اهم من اي حاجه، اهم الكومنت ذات نفسه اللي انت بتغيب عليه دقيقه تكتبه. انا عندي اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، بيخلي شركه اليوتيوب ترفع الفيديو عندهم، واكبر عدد من الناس اللي هم يشاهدوا الفيديو بتاعي طبعا، واللي مش مشترك في القناه يشترك. عايز اوصل ل1000 مشترك. والسلام ختام.